واش عمرك تخيلتي أنك تولي مهدد غير حيت ركبتي في طوموبيل باش توصل لغرضك؟ المغاربة اليوم عايشين صراع حقيقي في الشوارع، صراع كيتكرر كل نهار وما باغي يسالي. كتفتح التليفون، كتدخل التطبيق وكتطلب طوموبيل توصلك بثمن معروف وكليك وحدة، ولكن فجأة كتلقى راسك وسط حرب ما بين الطاكسيات وموالين التطبيقات. هاد السيمانة وقع زلزال في هاد الملف. تصريحات قوية من وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خربقات كاع الحسابات. فاش قال في مجلس النواب غدا غادي يكونوا تطبيقات وما يمكنش لينا ما نسايروش العصر. ولكن السؤال اللي كيهمنا كاملين، كيفاش غادي يكون هاد دفتر التحملات اللي كتهضر عليه الحكومة؟ وكيفاش غادي تولي الطريق في المستقبل؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحمد الياسين وهذه قناة إيفوفيت ريل تولك. بناء على هاد التصريحات الرسمية ومطالب النقابات اللي خرجت دابا، وبلا ما نضلوا حد، كاين شروط متوقعة اللي غالبا غادي تكون هي الساس ديال دفتر التحملات القادم. أولا، الوجود القانوني والضريبي. الدولة ما غاديش تسمح لشركات عالمية تبقى تخدم في السحاب. المتوقع هو فرض فتح مكاتب رسمية في المغرب وتأدية الضرائب على الأرباح باش تخرج هاد الشركات من الفراغ القانوني للوضوح المؤسساتي. ثانياً، جودة وسلامة المركبات. من بين الشروط اللي كيتسناها الجميع هي وضع معايير للطوموبيلات. مثلاً سن الطوموبيل ما خصوش يفوت واحد القدر، مثلاً 5 سنوات، مع فرض تأمين خاص بنقل الأشخاص باش الزبون يكون محمي قانونياً في حالة وقوع حادثة لا قدر الله. ثالثاً، البطاقة المهنية والتدريب. النقابات كتشدد باللي ما يمكنش أي واحد يهز الناس بلا مراقبة. التوقعات كتقول باللي السائقين غادي خصهم يحصلوا على بطاقة مهنية من بعد تدريب خاص ويكونوا مسجلين عند السلطات، هكذا كنضمنوا المهنية وكنخرجوا من السيبة اللي كاين دابا في الشارع. ولكن واخا هاد الشروط كتبان منطقية، الصراع باقي شاعل على شكون اللي عنده الحق يخدم. المهنيين ديال الطاكسيات كيرفضوا تماما فكرة السيارات الخاصة وكيطالبوا باللي هاد التطبيقات تخدم غير مع الطاكسيات اللي عندهم كريمة. في المقابل كاين اللي كيطالب بإدماج شامل للسائقين اللي ديجا خدامين سنين في هاد التطبيقات وكيشوفوا باللي عندهم الأولوية يحصلوا على رخص قانونية حيث هما اللي طوروا هاد النشاط واستجبوا لحاجيات المواطن. الحكومة دابا قدام اختبار حقيقي، كيفاش توازن ما بين عصرنة النقل وحماية مكتسبات أصحاب الطاكسيات اللي كيعانيوا حتى هما من اختلالات بنيوية قديمة. علاش هاد التحول ضروري دابا؟ الجواب واضح، المغرب كيتغير. بتنظيم تظاهرات عالمية بحال كأس العالم 2030 ما يمكنش لينا نبقاو في صراعات بدائية في الشارع على البلاصة. المنطق كيقول باللي التكنولوجيا هي المستقبل والمنع عمره ما كان حل. دفتر التحملات اللي كنتسناوه خاصو يكون هو صلح تاريخي يرضي مول الطاكسي ومول التطبيق، وقبل منهم كاملين المواطن المغربي اللي باغي يركب بكرامته وبثمن شفاف. في النهاية كلام وزير الداخلية كان إشارة واضحة باللي التقنين جاي لا محالة. ولكن السؤال اللي كيبقى لكم انتوما، في نظركم واش هاد الشروط المتوقعة، الضريبة والبطاقة المهنية وسلامة الطوموبيل، كافية باش تنظم القطاع ولا كتشوفوا باللي المشكل أعمق من مجرد دفتر تحملات؟ كتبوا لنا رأيكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الصوت.